مساء العسل ويا مساء كل حاجة حلوة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ مريم معاكم قناة ميمة الرحمة سكايلايت، والنهارده ان شاء الله معايا قراءتنا الأسبوعية ويا ربنا ما يقطع علينا عادة. المجموعة الأولى، المجموعة التانية. المجموعة الأولى نفس لون البلوزة البينك والروز، والمجموعة التانية والكريستالة الخضراء الشفافة. طيب النهارده ان شاء الله انا عايزه اعرف اي حاجه موجوده في طاقه الشخص اللي في بالك دلوقتي. المجموعه الاولى هتكون طبعا زي ما قلنا بهذا الحجر، المجموعه الثانيه هتكون بهذا الحجر. اذا دي المجموعه الثانيه ودي المجموعه الاولى. فل 100 فل و10. طيب يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا النهارده هاخد ايه ده؟ فين عشان الاوركلز. طيب عايزه الاوركل الكبير. اورايت شفتوا الانجليزيه بتاعتي؟ اوكي يلا بينا كده. المجموعه الاولى اهي، المجموعه الثانيه اهي. اول حرف في اسمك انت، تمام؟ طيب والله العظيم صدقوني من خلال طاقتك هجيب لك بالظبط طاقه هذا الشخص واكتر كمان، ان انا بحط نيتي على انت وعلى الشخص. باذن الله الملائكه يكونوا معانا، واي روح طيبه اهلا وسهلا بيها معانا واهلا بيكم. يلا بينا كده المجموعه الاولى والكريستاله البنك. يلا بينا كده، وانا هاخد لك كارت من هنا. شوف كده الملائكه عايزين يقولوا لك ايه. حلو ده. الايس اوف وينتر وبعد نظر بشوف من بعيد. don't be deterred by challenges along the way. متخليش الشالنجز والتحديات تبعدك عن الطريق اللي انت اخترته لنفسك. it is important to communicate clearly and accurately. طيب من المهم جدا ان انت تشارك رأيك وتتكلم وتعمل حوار بطريقة صادقة و بصراحة. اتكلم بصراحة، احيانا الصراحة بتوجع بس اتكلم بيها. amazing new ideas that should be implemented. طيب احتمال يكون في عندك بعض الافكار الجديدة، حاول انك تنفذها، لانها اكيد انت بتفكر في حاجة لنفسك، صح؟ اكيد هتبقى حاجة كويسة. اوكي يلا بينا كده هنبدأ. 5 كروت طاقة. وعلى فكرة مشكلة عندي، انا نفسي اوريكم الكروت واوريكم انا في نفس الوقت. هيحصل باذن الله لما يبقى عندي اعدادات اكتر واكبر باذن الله. قولوا يا رب. ماشي. دلوقتي انا بعمل على قد امكانياتي انا كانسان، يعني كشخص، يعني كمريم. فسامحوني جدا، انا علشان ابان التاروت مش هيبان، ولو التاروت بان انا مش هبان، لانه انا مقربه جدا جدا جدا. الماك مني مقربه جدا. بصوا شايفين هي دي الحته، شايفين؟ والاكويبمنت بتاعتي مكنه تصوير كانون، وفوقيها كرتونه بتاعه التكن تيتش والماك. بس دي الاكويبمنت بتاعتي انا يعني. وباذن الله ربنا يسهل. يلا بينا 5 كروت طاقه كده. اولها الهيرميت. ثانك يو. ايس اوف هاندز، كوين اوف سوردز. الكروت اللي نزلت ديت كروت حلوه مش وحشه، كروت حلوه قوي كمان. نزل الويل اوف فورتشن نزلت. تعالوا كده اما اخد لكم الكروت اهو. ونزلوا واقفين مش ريفيرس، نزلوا كده. عندك هنا ويل اوف فورتشن، التو اوف بنتكل، والهانجت مان. الهانجت مان هنا هو انك تبص جواك، تمام؟ ان انت وانت، ده الهانجت مان. التو اوف بنتكلز هو جنب الهانجت مان مش هينفع، ده جنب ده مش هينفع. هنا انت بتعمل حاجه صح، ماشي. ليه مش هينفع؟
اعتقد تفكير حتى لو تفكير ايجابي، بس تفكير كتير، عندك اوفر ثينكينج مثلا، حاجه زي كده. طيب تعالوا كده. الايس اوف نزلت، انا حطيته غلط، معلش انا اسفه جدا. اوكي هنجد مان. طيب الويل اوف فورتشن احتمال اكون دخلتها غلط، فلو طلعت هتبقى مش غلط، اوكي، يعني مش هتبقى ريفرس. تمام. تعالوا كده. كوين اوف سورت وهيرمت، اول كارتين نزلوا. الهيرمت برضو بيقول لك انت محتاج تبص جوه نفسك. الكوين اوف سورتس هنا ده انت مش فاتح قلبك، اوكي. تمبرانس هي نزلت. الهانجت مان نزل لوحده، عاوز ينزل قوي، سبحان الله. والايس اوف وان برضو نزل، كروت دي عايز تنزل. ثم تريف كاب ده ريونيون، لم شمل. انا شايفه حاجه هنا قدامي في الكروت دي مهمه. شايفه حاجه مهمه قوي. شايفه انه في ريونيون او في لم شمل ما بين اتنين، احتمال ان دلوقتي تكون العلاقه ما بينهم تحصيل حاصل، فيها برود، او كانك مثلا بتقول مش هتنفع العلاقه ديت، او فجاه واحده حسيتوا انتوا الاتنين العلاقه فيها حاجه ممكن ما تنفعش. لا، العلاقه هتنفع ما بينك انت وحد. الحد ده ممكن يكون حبيبك، حبيبتك، حبيبك، شريكك، زوجك، زوجتك، ممكن تكون صديقتك، ممكن يكون زميلك في العمل، شريكك في البيزنس، مش بس يكون حبيب او شريك، مش عشان بس نبقى عارفين. فهنا في تري اوف كاب وايس اوف وانز، في علاقه تقريبا كانت انتهت، انتهت تخلص. العلاقه ديت بترجع. انت قافل قلبك، اذا انت محتاج تخش جوه نفسك اكتر، لان هنا قدامي هانجت مان و هيرمت. الكارتين دول لوحدهم بيقولوا لي انك لازم تخش جوه نفسك، لازم عشان تفتح قلبك. تمام. طيب هنا في الكارت الاول معرفش اقولها لك كده، بس انت متقمص دور الانانيه شويه، عاوز تكون اناني شويه، او عاوز تحط نفسك الاول شويه، لانه هنا انت بتقول لي هقول لك انت بتقول لي هنا، انت بتقول لي انا هحط نفسي الاول، بس ده مش، انت كده مش بتحط نفسك الاول، انت كده بتعمل حاجه اسمها بتقف في وش نفسك، مش بتحط نفسك الاول. يعني انت هنا مش بتحط نفسك الاول، انت هنا بتقف في وش نفسك. اوكي تعالوا كده. عايز افهم اكتر هنا. انت بتقف في وش نفسك في حاجه حلوه بتانفولد، بتتفتح، والتين اوف بنتكلز بتقول لي انك واقف في وش نفسك بسببها، بسبب حاجه حصلت وهي هذا الشخص. اوكي جادجمنت، تو في صورة، انا اسفه، الفايف اوف بنتكلز، الستار، اوكي، والتو اوف بنتكلز. تو اوف بنتكلز نزلت لك تاني، هي كانت في الاول نزلت تاني. هنا انا حابه اقول لك حاجه مهمه، يعني في حد عاوز يبدا من جديد. تمام. الحد ده ما هوش وحيد، عشان بس نبقى ايه، الحد ده انت عارف في طرف تالت هنا، احتمال الطرف التالت ده يبقى شريك كزوجة او كزوج، او احتمال الطرف التالت ده يبقى حد دخل حياة هذا الشخص بعدك وانت عارف دوت. وكنت، انا اسفة بس انا شايفة هنا انك كنت مكدب دوت، كنت مكدبه، صح؟ لدرجة انك كنت بتتمنى شيء خلاف ده، يعني كنت تقول لا مش كده، لا الحقيقة حاجة تانية، لا مش هي دي الحقيقة حاجة تانية. ايا كان اللي كان حاصل ايه، بس الشخص دوت ما كانش سوبر كلين، يعني ما كان شخص نضيف قوي، يعني لما عرفك ما كانش عارفك علشان يستمر، ده باين يعني. لان انا هنا شايفه هذا الشخص في طريقه فيها تقريبا لوم او عتاب، وخليني اقول لك اللوم والعتاب عليك كان بسبب الطريقه اللي انت قفلت بيها قلبك، او قلت انا هحط نفسي الاول بيها هنا. لانه هنا بيقول لك انك واخدها
جد حبتين، هو هنا شايف انك واخدها جد حبتين، هو شايف كده تمام انك واخدها جد حبتين. تمام، تعالوا كده، الحكايه بقى مش كده، لا، الحكايه هو انك واخدها جد من اول العلاقه، هو لا، هو ما كانش واخدها جد من اول العلاقه. الكارت التالت هنا شرط الشخص ده لسه عاوز العلاقه ايا كان. انا هنا مش فاهمه بالظبط ليه الشخص دوت لسه عايزك قوي كده، على الرغم من انه عنده حياة تانية تماما عايشها. الفورفن الشخص ده عاوزك قوي، مش عاوزك بس. الكارت التالت هنا بيقول كلام كتير. احتمال يكون الشخص دوت اتعلق، احتمال الشخص دوت يكون ستريس، متوتر، مش عارف يعمل ايه من غيرك. تكون حياته كانت ماشيه حلو وما زالت ماشيه كويس عادي مفيش مشكله، لكن فجاه واحده امبرور، السيفن اوف سورد بالظبط، امبرور وسيفن اوف سورد. ماشي، الشخص دوت دخل معاك العلاقه، هو في علاقه تانية في حياته، انا دلوقتي اتاكدت، وبعد ما دخل هو اصلا كان في علاقه في حياته، او كان في علاقه سابها وبعد كده دخل علاقه تانية، حاجه كده يعني، وبرده كنت انت في حياته، هو كان داخل العلاقه وياك على اساس انه يقضي يومين 3 او حاجه زي كده، ثم بعد كده هو كان بيكذب عليك وعلى الطرف الثالث، واعتقد دي طريقه ليه هو علشان يقدر يعيش حياته. هذا الشخص احتمال يكون ما تمتعش كويس في حياته قبل ما مثلا يتجوز، لو هو متجوز، او قبل ما تتجوز، دلوقتي بيدور على المتعه وعلى الحياه اللي فيها استقرار. طب ازاي حياه فيها استقرار لو انا داخلها فيها كذب؟ وازاي انا عاوز حد قوي متعلق بالعلاقه معاه قوي لو في حياه تانية انا عايشها؟ ان شاء الله حتى لو الحياه التانية اللي هو عايشها ديت مش مع شخص، ان شاء الله حتى لو الحياه التانية اللي هو عايشها ديت، اقصد يعني من غير طرف تالت، لو الحياه ديت من غير طرف تالت بس فيها اللعب، دي مش تبقى الحياه الجميله اللي اي حد عايزها، اللي هي فيها استقرار، او لا، ده هتبقى متعه وبس، المتعه الوقتيه اللي بتخلص في لحظتها. Ace of Cups، Six of Pentacles، King of Wands، Knight of Swords، Magician، Page of Cups. الشخص ده حبك على فكرة، في حب هنا، واعتقد ان الحب دوت يعني كأنه مثلا بيقول البنت دي خلتني احبها ازاي، او هي بتقول هو ازاي خلاني احبها، هو ازاي خلاني احبه كده. هنا في حد ربما هو مش هقول بيستعبط، لا هو مش بيستعبط، هو يشعر وكأنه انت عملت حاجات كتيرة قوي عشان تخليه يحبك، انت كنت مجتهد قوي في انك تعمل وتبذل اي شيء في مجهودك عشان هو يحبك، وده مش وحش، هو مش شايفه وحش، بس هو شايفه غريب او عجيب. وهنا في Six of Pentacles، في حوار، في كلام، هنا في Ace of Cups، وهنا في Page of Cups، في حب هنا. تعالوا كده نخش على الكارت الخامس. كل دول في يا جماعه انتوا عاوزين تعملوا فيا ايه؟ كل دول وقعوا، المفروض ان انا انزل اجيب. طيب معلش يا برنس، احنا اسفين عشان برنس قاعد هنا ويعني متضايق اكيد. لا يا بابا، لا يا بابا، ما تتضايقش يا بابا، ماما بس بتجيب الكام كارت اللي هو نايم هنا جنبي اهو. طيب يلا بينا كده. اوكي، Eight of Cups، حد بيدي ظهره، انت لسه مدي ظهرك، ماشي. Six of Swords، Knight of Pentacles، Nine of Wands، Ten of Wands، Six of Wands. انا شايفه قدامي حد هنا بيقول لي في وندات كتير هنا، واو، في وندات كتير، وندات مش وحشه، هنا في Six of Wands. Six of Wands فوز، بس انا مش عاجبني الوندات الكتير من ناحيه، خد بالك انك دلوقتي انا اتاكدت انك مش واقف في طريق نفسك، هو انا فهمت انك نفسك انك
توصل لحته انا هعيش من غيره مبسوط، انت عاوز لسه توصل للحته دي. يعني انت في طريقك توصل للاكسبتنس او التقبل. بالنسبه لهذا الشخص انا شايفه ان هو مش هيبطل محاولات وياك حتى في اللحظه اللي انت بتديله ظهرك فيها. كان نفسي افسر اكتر من كده الحقيقه، ولكن هناخد وقت المجموعه التانية بقى، وانا الحقيقه مش عايزه ازهقكم يعني من القرايه، فعشان كده مش حابه ان انا اعملها كروت اللي عماله تقع دي، مش حابه اعملها طويله قوي. انا ممكن اعملها طويله قوي بس انا مش حابه اعملها طويله قوي عشان ما تزهقوش منها يعني. لو في اي حد يقدر يعرف ناس من اللي هم بيعملوا يعلوا لي صوت الماك، يا ريت يا ريت، هبقى شاكره جدا، والرقم موجود فيه. بس مش بهزار يا جماعه، انا عايزه ناس بروفيشنال. لو حد يقدر يعرف حد بروفيشنال، وطبعا ما فيش حاجه ببلاش يعني، هيدفع له طبعا فلوس وكل حاجه، بس لو حد يعرف يا ريت. طيب بشكر طبعا المجموعه الاولى جدا. يلا بينا كده اهوت نشوف اخبار المجموعه الثانيه. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. و كريستالا الخضراء، ثانيه واحده كده بس هجيب بس الكروت اللي وقعت. التو ستورت وقعت تاني، لا اللي قبليها كانت التو والستار. ستار وقعت ريفرس المجموعه الاولى، حلوه. الستار كده امنيات انت عاوزها تتحقق، اعتقد كده امنيات بتتحقق. اوكي، مناخيرك في الكرسي على طول يا برنس، خد بالك يا بابا. ماشي يلا بينا كده المجموعه التانية. خد لكم اولا كارت مبدئي من هنا. الهاي بريست. اوكي الهاي بريست بتقول لك ايه؟ بتقول لك اوكي your intuition, trust in your intuition. ثق في حدثك. care for reflection before taking action. ماشي، حاول انك ترفلكت، يعني تتأكد من بعض الاشياء اللي انت علشانها هتعمل حاجة، هتعمل خطوة يعني. بتقول لك كمان انه through meditation that can through meditation. طيب خد بالك ان الحاسه بتاعه انك تفعل انتويشن او قلبك بتيجي من طبعا المديتيشن او من تاملاتك، ودي حقيقه. يلا بينا كده 5 كروت طاقه. Knight of Cups, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Wands, Knight of Wands, Ace of Cups. اوكي، في 2 هنا بيقولوا لا خلاص انا ماشي، مش عاوز العلاقه دي تاني خالص. مع ان انتوا الاتنين عاوزين العلاقه دي خالص خالص يعني، في بدايه كمان لسه بينك انت وهو. وهنا في 6 of Wands، ده فوز. 9 of Pentacles، في اتزان كبير اوي في طاقتك. وهنا النايت اوف كابس، هذا الشخص قلبه مفتوح لك جدا. وهنا لسه في تكمله في هذا العلاقه، لان هنا في الويل اوف فورتشن. كروت دي كروت حلوه قوي. الكروت دي بتاعت اول كارت طاقه في المجموعه الثانيه، بتقول لي انه في عند هنا، والعند ده ما بين 2 بيحبوا بعض بجد. العلاقه دي ممكن توصل لمكان. شفتوا الكروت اللي وريتها لكم دي؟ مش كروت عاديه، هي كروت حلوه جدا 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 جدا. في بدايه حماسيه هنا، احتمال تكون مفاجاه جدا، فخد بالك يعني. في بدايه حماسيه كبيره بينك انت وهذا الشخص بالظبط. الكوين اوف بنتكلز بتفكر بعقلك انت. ايس اوف بنتكلز، في بدايات. شاريوت، 3 اوف بنتكلز، 6 اوف سوردز، الفور اوف وانز. في حد هنا بيشتكي منك في حته، انا مش عايز اقول لك هو بيقول بارد، لا هو بيقول عليك براكتيكال فعلا. هنا انا قدامي حد بيقول عليك انك بتتعامل ببراكتيكاليتي او بنوع من انواع
العمليه وياه، وكانه بيقول انك بتحاول تخبي مشاعرك بالشكل ده. كمان اعتقد انه كمان يعني مقلق منك في حته انك طول الوقت زي ما تقول كده ملوش امان، كل شويه يبقى عاوز يمشي. طبعا انت مش هيعجبك الكلام دوت، لاني انا هنا حاسه ان العلاقه دي مهمه قوي لكل واحد فيكم، لدرجه ان انتوا الاتنين ممكن تتخانقوا مع بعض وتبقوا بامبن هيد بالشكل دوت، عمالين راسكوا في راس بعض يعني. لان العلاقه مهمه جدا وانتوا مش عارفين ازاي. معقوله طرفين عايزين علاقه تشتغل والطرفين مش عارفين يمشوا العلاقه او يخلوها تمشي ازاي؟ اكيد بتتخانقوا كتير او بتطلعوا في بعض كتير، لان هنا نوعا ما انا شايفه فيه ثقه ما بينك انت وهذا الشخص. اذا ليه ده بيحصل؟ هيرمت. الهيرمت كارت جميل جدا. Page of Cups, Two of Swords, Five of Swords, King of Pentacles و Justice. في عند هنا هذا الشخص لانه بيحس انك بتفكر بعقلك كتير، هنا جاي بيفكر بعقله هو كمان، وكانه يعني في التعامل بقى، في طريقه التعامل كمان، يعني ده مش هيبقى مجرد تفكير بس، لا ده هيبقى حتى في الطريقه اللي هو هيبدا يتعامل بيها، هيتعامل بطريقه فيها براكتيكاليتي او نوع من انواع هيتعمد ان هو ما يبقاش متحمس لشيء او للعلاقه او ليك او كده، وده هيبقى تعمد. لان هنا انا شايفاه بيحاول انه عندك، لان هذا الشخص فاتح قلبه قوي، فتلاقيه فاتح قلبه بالشكل ده، بس عنده كل الافكار دي، في شكوك هنا. اعتقد ان هذا الشخص ربما مش عاجبه سلوكك معاه، فدوت مخليه عاوز يطلع يشيل الماسك اللي على وشك، فهيحاول يعاند معاك علشان يخليك تشيل الماسك ده. This and reverse. اوكي Nine of Swords, the Seven of Swords, the Three of Swords, the Five Pentacle و ال Eight of Pentacle. في الآخر ده عمل ايه؟ ده عمل مشاكل كتيرة بينكم، عمل نوع من أنواع الضبابية. كل واحد فيكم مش عارف هو عاوز ايه، كل واحد فيكم مش عارف هو رايح فين جاي منين، العلاقة رايحة فين، أنا مستني ايه، كل واحد فيكم مستني التاني. هنا في الناس ممكن تبوظ فعلا العلاقة دي، انتوا ممكن تبوظوها، العلاقة دي ممكن تبوظ، او تبدأوا تعطلوا فيها، وانا مش شايفة اي فايدة لده، يعني انا مش شايفة اي. اوكي انت طبيعتك عملية جدا، او انت بتحاول تحط على طول وش علشان ما يظهرش مشاعرك. ده ممكن من خبرات اخدتها قبل كده في العلاقات، او من الخبرة وهي في العلاقة. هو مش عاجبه دوت، فبيحاول طول الوقت ان هو يطلع الشيء اللي جواك اللي انت مش ظاهره، الشيء اللي جواك اللي انت مش عاوزه يطلع في العلن، وهي المشاعر الحساسة قوي والعميقة قوي، الدافية، البتاع هكذا. انا شايفة ان ده عند ملوش اي داعي الحقيقة. في عند دلوقتي الكينج اوف كابس، في حب، الفور اوف بنتكلز، الفول، three of cups, high priests, two of wands. انت بتقول له يا اما يتحرك وبسرعه، يا اما انك هتمشي تماما. بصوا انا لاحظت دوت من هنا الامبرس وهنا الايت اوف كاب. هنا انت بتقول له يا يتحرك بسرعه يا هتمشي، وكانك بتقول له لا انا مش هنتظر حد تاني، عايز اشوف بس الكروت ديت. اوكي هياخد خطوه. بصوا
الامبرو جنب الايس اوف سورد. انت حريص قوي انك تكون جد، وحريص قوي انك تمشي كده في العلاقه دي، واعتقد دوت حصل لانك لاحظت بعض المماطله من الشخص دوت في وقت من الاوقات، فدوت ما بقاش اوبشن دلوقتي، ما بقاش اختيار استناك او مش هستناك. انا مش هستناك، ولو حسيت اني هستناك زياده عن اللزوم همنع نفسي. انت قوي جدا على نفسك قبل ما تكون قوي عليه، خد بالك. في ريونيون يعني، في لم شمل، في قرب، في مشاعر عميقه منه. تخيل ان انا مش قادره اشوفها فيك لحد دلوقتي، يعني مش شايفاك في كوين اوف كابس. انت بتخفي مشاعرك كويس. كارت الخامس هنا البيج اوف سورتس. اوكي، انت مفيش اي رفض ليه في طاقتك، بس في حمايه، انت بتحمي نفسك. البيج اوف سورتس. اوكي، بيج اوف بنتكلز، الفايف اوف وان، لانك زهقت قوي من الانر كونفليكت. عارفين الانر كونفليكت اللي هو ده؟ زهقت قوي من الخناقه الداخليه اللي جواك، اللي ما بينك وما بين نفسك طول الوقت. جادجمنتس، كوين اوف وانز، تو اوف بنتكل، كوين اوف سورد. انت عاوز انت زهقت، انت عاوز استابيليتي، انت عاوز اتزان، انت عاوز تبدا انك تمشي خطوات اتجاه الشيء اللي انت عايزه لنفسك في حياتك يعني. وانت حاسس هنا ان الشخص دوت بدل ما يكون عون ومعاون ليك، اصبح تقل. انت احيانا بتحس ان هو بيتقل الوضع عليك في العلاقه، مش في العلاقه بس، في حياتك عموما. دوت مضايقك قوي. اعتقد انك مش بتهزر، يعني مفيش هنا اي هزار او تلاعب في طاقتك، لا، ولا حتى عند، يعني انت ما انتش عنيد يعني، لا لا لا. انت هنا بتقول يا تحسسني فعلا انك عاوز العلاقه ديت وعاوز ان هي تشتغل بجد من غير اي تلاعب، يا اما كل واحد يروح لحاله. يعني هنا هقول لك انك دي صراحه شديده قوي ما بينك وما بين نفسك، دي صراحه شديده قوي ما بينك وما بين نفسك. فما بالك بقى لما هو يحس بيها؟ لازم يعند بالشكل ده. عارفين ليه؟ لانه بدأ يحس انك قادر انك تسوق مش العلاقه بس، لا، الموقف كله اللي ليه دعوه بقلبك، بالعلاقه، روحك، الطريق اللي انت عاوز تمشي فيه. لو مش هتجيب ايدي في ايدك ونمشي انا وانت في الطريق دوت، انا ماشي تماما، انا مش هقعد. ده اللي هو ضده، هو بيرفض دوت. فرفضه لدوت في الطاقه ديت جاي في حته طب انا هعند، هوريك ان رافض اللي انت بتعمله دوت بطريقه فيها عند، عشان تشوفني ولا ضعيف، ولا خايف انك تمشي، ولا خايف انك تسيبني، ولا اي حاجه من ديت. اوكي، اوكي، يلا بينا. هاخد كارت كده قبل ما نقفل بقى. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا في المجموعه الاولى ما خدناش كارت اخير؟ سامحوني بقى، معلش. ولا خلينا ناخد كارت اخير المجموعه الاولى الاول. الهاي بريست. الهاي بريست بيقول لك اتبع قلبك واتبع حدثك. واو، ماشي، يلا بينا كده المجموعه الثانيه. انا حاسه ان ده كومن، انا حاسه ان دوت في الكوليكتيف اللي هي ليك، لينا كلنا، لانه طلع في المجموعه الثانيه برضه. يلا المجموعه الثانيه، يلا بينا هناخد كارت. الله. الدريمر، ذا دريمر بيقول لك ايه؟ بيقول لك embrace your true purpose. ايه هدفك؟ ايه هدفك الاساسي في الدنيا؟ ايه اللي انت عاوز تعمله لنفسك؟ حب الشيء اللي انت عاوز تعمله ده عشان تعرف تقوم تعمله بجد يعني. begin a new adventure, trust yourself. ابدأ مغامرة جديدة وثق في نفسك. وكارت جميل جدا، وانا طبعا يعني مش عارفه اقول لكم ايه،
القراءة كانت حلوة جدا. اشوفكم باذن الله الاسبوع ده بكرة في الابراج ان شاء الله. بيس.